سلام بنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا في اتم الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. عواشركم مبروكه ومرحبا بكم من جديد في قناتي وقناتكم شيوات اسيل. وبعد غياب طويل جيت وجبت لكم هاد الميني بسيطلات معسلين باللوز والكركاع. كيجيو بريستي شي حاجه ديال تحميره الوجه، كيجيو رائعين البنات معلكين ولذاذين بزاف. والاهم من هادشي كامل ساهلين كيتحضروا في دقائق اللي هي محدوده. نتمنى انكم تجربوهم، غادي يعجبوكم بزاف. فبلا ما نطول عليكم خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. والا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وما تنساوش لايك الفيديو الا عجبكم اكيد. غادي نحتاجو هنا 200 غرام من اللوز اللي سلقته وفسختو خليته حتى نشوف واحد 2 ساعات. من بعد كنطحنو مزيان حتى كيرجع عجينه كيف ما كتشوفوا. غادي نخلي لكم مقادير ان شاء الله مضبوطه في صندوق الوصف. وهنا عندي 100 غرام من الكركاع. من بعد ما كنطحنو في الهشوار ما كنطحنوش مزيان، كنخليوه مهرمش رقيق كيف ما كيبان لكم. غنضيف على هاد المكونات واحد رشه خفيفه من الملح وشويه د المسكه حره مدقوقه. اذا ما توفرتش تقدروا تستغنوا عليها، ماشي ضروري في الوصفه. وغنضيف ايضا 2 ملاعق كبيره من السكر كلاصي. بالنسبه للحلاوه نتوما كتحكموا في القياس اللي بغيتو تضيفوا، ممكن تنقصوا ممكن تزيدوا الا بغيتو يجيوكم حلوين اكثر. هذا القياس اللي عطيتكم صراحه السكر كيجيو هما هذوك في الحلاوه، حيت باقي غادي نعسلهم في الاخر. وهنا ايضا غادي نحتاجوا 50 غرام من الزبده الحيوانيه، من الافضل باش يجيوكم بسيطلات ديالكم لذاذين. غنضيف معها واحد ملعقه كبيره من الجليكوز، الدور ديالو كيعطي واحد التعليكه رائعه للبسيطلات ديالنا، وكذلك حتى المذاق. كندوبوهم على النار. من بعد هذا الخليط هو اللي غادي نجمعوا به العقده ديالنا. كنضيفوا شويه بشويه، ما كنضيفوش الخليط كامل حيت تقدروا تحتاجوا اقل من الكميه اللي عطيتكم. المهم هو في الاخير نقدروا نشكلوا كويرات. بحال ما تجمعت لكمش العقده ديالكم تقدروا تضيفوا شويه الماء الزار او الزبده، ولكن غالبا ما كتفوتش 50 غرام الزبده. انا ما استعملتش داك الخليط كامل، بقى لي منه واحد 2 ملاعق كبيره. من بعد ما كنجمعوا العقده ديالنا كنبداو نشكلوا كويرات. كل كره كنعملوا فيها 15 غرام حتى 18 غرام، هذا هو القياس المناسب. انا عملت فيهم 15 غرام. هنا غادي نحتاجوا ورقه الفيلو، ماشي ضروري ورقه الفيلو، تقدروا تستعملوا ورقه بسطيله عاديه. قطعوها شرائط طويله بهذا الشكل. من بعد كنقطعوا داك الشرائط على مربعات كيف ما موضح لكم في الفيديو. كتقطعوا على حسب الحجم الكره اللي شكلتو. غتعبروا بالمسطره غتعملوا 8 سنتيمتر على 8 او 9 على 9، هذا هو القياس المناسب. انا بصراحه قطعت غير عيني ميزاني، ولكن عطيتكم العبار باش تفادوا انهم يجيوكم صغارين. من الاحسن تعبروا باش ما يجيوكمش بسيطلات ديالكم مزيرين، وبالتالي في الفرن غادي يتفرقعوا معكم. ها نتوما غادي تشوفوا معايا ان شاء الله. صافي غادي نبداو دابا نشكلوا بسيطلات ديالنا. قبل كندهنوا ورقه ديالنا مزيان بالزبده نوازيت باش كتجي ورقه ديالنا مقرمشه وكتبقى معنا مقرمشه مده اطول. بالنسبه للزبده نوازيت هي الزبده اللي كنذوبوها وكنخليوها كتغلى حتى كتخلص من داك الحليب اللي فيها وكيرجع اللون ديالها بني. صافي من بعد ما كندهنوا ورقه مزيان كنوضعوا داك الكرات في الوسط، وقبل كنحاولوا نبسطوهم من الوسط غير واحد شويه ماشي بزاف بهذا الشكل. وكنبداو نطويو بسيطلات ديالنا بهذه الطريقه. كنبداو من الاطراف وحنا كنلفوا ونحاولوا ما نزيروش يدنا، يعني ما نزيروش ورقه على العقده باش ما يتفرقعوش معكم في الفرن. عليها قلت لكم ما تقطعوش ورقه صغيره، من الاحسن قطعوا واحد المربع وجربوا طيو وحده وغادي تعرفوا القياس اللي غادي يناسبكم. هانتوما من بعد ما كنشكل البسيطله ديالي كنعاود ندوبلها في ورقه اخرى. الجهه اللي مطويه كنخليوها من التحت وكنعاود نفس العمليه. كنطويو يدنا مرخوفه نرخفوا على الورقه حتى كنشكلوا البسيطله ديالنا بهذا الشكل. من بعد كنلصقوها بانصاف الكركاع. من بعد ما كندوزوها في بيض البيض ونلصقوها من الفوق بهذا الشكل هذا. نتمنى يكون شرح واضح، واخا هو الفيديو شارح راسو براسو. غادي نخليكم مع الفيديو تشوفوا طريقه اكثر ومن بعد نتلاقاو. هنا من بعد ما انتهيت من تشكيل البسيطلات ديالي غادي ندخلهم دابا للفرن اللي مسخن من قبل على 180 درجه من الفوق ومن التحت حتى كيتحمروا. ما كنخليهمش يتحمروا بزاف وخصوصا من الفوق باش ما كيتحرقش داك الكركاع. هنا من بعد ما طابوا مباشره وهما سخونين كنسقيوهم بالعسل. سبق لي شاركت معكم هذا العسل، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. كنرشوا عليهم العسل بهذا الشكل. نحاولوا ما نعسلوهمش بزاف باش ما يجوكمش حلوين بزاف. واحد القياس د ملعقه كبيره في كل بسيطله كافيه. غادي نخليوهم واحد شويه بما يتشربوا داك العسل.
ونتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي للبسيطلات ديالنا. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البسيطلات ديالنا من بعد ما زينتهم بالكويغطات وزينتهم من الفوق بورق الذهب. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو راقيين في الشكل ديالهم. شي حاجه اللي مختلفه تزين بها مائده الافطار ديالك او اي مناسبه، وحتى في المذاق كيجيو خطيرين معلكين ولذاذين. فهنا حبيباتي غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه، وشكرا على المتابعه، وملتقانا في فيديو اخر مع وصفه اخرى ان شاء الله.